الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الدرس الثاني من دروس شرح متن عبد الواحد بن عاشر رحمه الله. إثمثا وقد درس والسين دي دروس شرح متن ابن عاشر دي الفقه الإسلامي الفقه المالكي، وكن سمحتيغ ذي الدرس عدان ناونا يثمثن المتون ظهرت دي الفقه الإسلامي، وهي مختصرات معتصرات لتسهيل وتيسير تعليم الفقه الإسلامي. مثلا تفض كتاب الرسالة لابن أبي زيد القيرواني. هذه رسالة مختصرة تلخص الفقه الإسلامي في جميع أبوابه. لماذا هذه المختصرات، هذه المعتصرات؟ لماذا لا نتعامل مع المطولات؟ في الفقه الإسلامي كان مطولات، البيان والتحصيل انشتيلات، المدونة كتب المغني، كتب سنشير إليها في مستقبل الأيام عرضا أثناء حديثنا عن الأحكام الفقهية بالتأصيل، ونعود إلى هذه المصادر وهذه الأمهات نتعامل معها. ولكن المختصرات والمعتصرات من مقاصدها الكبرى تيسير تعليم الفقه الإسلامي. نناد هذه المتون قد تكون نظما كمتن ابن عاشر، وقد تكون نثرا مثل الرسالة ابن أبي زيد القيرواني، مثل المختصر الفقهي للشيخ خليل. يعني أماكن يزمر ذيلي ذا سفرو شعر، ذا سفرو أماكن يزمر ذيلي نثر فقرات متكاملة مسلسلة. المقاصد هي المهم مختصر، هي مختصرات أو معتصرات كما قلنا لتيسير الفقه الإسلامي. وخير الكلام ما قل ودل. ذا شو الفايدة عن النادمي مستقبلي تقارن أول موزيل يفرى مغزف ديني خرا، وهذه قاعدة ذهبية نطبقها في جميع المجالات. أول موزيل يفرى مباشرة الهدف، مغزف ديني خرا. وفي الحقيقة هذه المتون أولا كما ذكرنا المقصد نتاعها، وفيه أمر آخر مهم، يبرز العقلية العلمية التي يجذرها القرآن والسنة. يعني القرآن والسنة كلاهما يغرس العقلية العلمية. فهي مسألة تحتاج إلى مزيد بيان. بمعنى كي نلقاو القرآن والسنة نلقاو الكثير من الآيات، أكثر من 1000 آية تدعو إلى النظر والتأمل والتفكر والتدبر، يعني إعمال العقل. أكثر من 1000 الآيات يدي قارن تستخدم مثل غنون، تستخدم مثل غنون يقول ما يستخدم اللاغيس أكديفك الخلاصة مولاش خاطئ. ما يستخدميث أماكن يزمر أكديف كلام مطول يشرح ويسيب إلى آخره، أماكن يزمر أكيد يختصر لأنه هاضم لما يعلم، يسنيث يعرفه. لذلك هذه المسألة مهمة، مسألة العقلية العلمية. والعقلية العلمية هذه التي تجذرت في الكتاب والسنة، في الكتاب العزيز أكثر من 1000 آية، وفي أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم أيضا كثير من الأحاديث كي يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا من جوامع الكلم. كلام النبي عليه الصلاة والسلام قصير ولكنه عميق. قال يفقهه في الدين. والعلماء قالوا العلم مطلوب، العلم مليح، العلم ذهين الهام،
قل هل يستوي الذين يعلمون الذين يعلمون. علم العالم الشاعر ند علم العالم وعقل العاقل اختلفا، من ذا الذي منهما قد أحرز الشرفا، فقال العلم أنا أحرزت رايته، وقال العقل أنا الرحمن بي عرفا، فأفصح العلم إفصاحا وقال بأين الرحمن في فرقانه اتصفا، فبان للعقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرفا. العلم، ولكن كاين حاجة أقوى من العلم، أعمق من العلم وأخص من العلم، اللي هو الفهم. ربي قال في القرآن الكريم في سورة الأنبياء ففهمناها سليمان، ما قالش فعلمناها سليمان، ففهمناها سليمان. في المسألة المعروضة على نبي الله داود نزاع، مشكلة عرضت على نبي الله داود فحكم فيها، فصل فيها، ولكن بعد ذلك الخصوم تلاقوا مع سليمان وفصل فيها أيضا، ولم يقل حكمي أفضل من حكم أبي، خاطر سليمان هو ابن داود، لا، قال أرفق. شوف العبارة، شوف اللفظ. وسينا الحكم ينوي في الحكم من بابا، خاطر تلقى حكى سيدي ربي في القرآن في سورة الأنبياء الآية 78 وما بعدها، ولكن ينايس الحكم يولى أرفق. بعد شو دينا ربي سبحانه ففهمناها سليمان، فهمناها. علماء التفسير واش قالوا؟ قالوا الفهم أخص من العلم. والإمام ابن القيم رحمه الله تلميذ ابن تيمية يند من نعم أكبر نعمة بعد نعمة الإسلام نعمة الفهم. نعمة الإسلام ما كاش كما هي، الإسلام ربي الحمد غادي نسلم. كل النعم تاع الدنيا لا يمكن أن تقارن، لا يمكن إطلاقا، لأن هذه النعمة لا تزول، تنفعنا في الدنيا وفي الآخرة. نعم الدنيا قد تتخلى عنا وقد نتخلى عنها. هليون النعمة تأتي جنسة حيني فلاني مات وخلى، خلت أراضي، خلت تركة، خلى. وممكن لا، النعم تخليه وهو حي، عنده نعمة الصحة راحت، كان يمشي على رجليه ولا يمشي في لا شازرولونت بقى على خير، كان يشوف ولا ما يشوفش، راح البصر. نعم هو مازال ما ماتش والنعم راحت، ذهبت عنه النعم وهو لا يزال حيا. وممكن هو يذهب ويترك النعم المادية على وجه الخصوص والنعم الأخرى. لذلك نعمة الإسلام تنفعنا في الدنيا، ربي قال ورضيت لكم الإسلام دينا، المائدة، ثم قال ومن يبتغي غير الإسلام دين فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. يعني ما هوش مسلم يخسر في الدنيا وفي الآخرة. علاش نقول هذا الكلام؟ باش نوصل هذا المعنى نتاع الفهم. ابن القيم الله يرحمه قال لك أعظم نعمة بعد نعمة الإسلام نعمة الفهم. وبعدين قال ففهمناها سليمان، استشهد بقوله تعالى ففهمناها سليمان. وعلماؤنا قرروا أن العلم يتعلق بكثرة الرواية، أما الفهم يتعلق بعمق الدراية. الفقه يتعلق بعمق الدراية، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وإحنا الجزائريين نقولوا أعطيني الفهم أعطيكم الصح. شفتوا الكلام كيف؟ أعطيني الفهم لا أقرأ. إذا كان واحد قاري ماهوش فاهم، يعني كاين اللي غير الشجرة وما كانش الثمرة، ما كان والو. القراية كاينة، الكواغط، الدبلوم كاين، الفهم ولاش مشكلة. لذلك هؤلاء العلماء الكبار عبر التاريخ نقرأ فقههم ونتعلم أدبهم في زوج، نقرأ علمهم ونتعلم أدبهم. إذن العقلية العلمية هذه هي اللي وصلت باش تصوغ مثل هذه المتون. حبيتوا أدلة أكثر، نعطي لكم أدلة أكثر. ربي قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. شكون هما أهل الذكر؟
هم أهل التخصص، يعني لي زيكسبير، كل واحد اكسبير في الدومين نتاعو. في الاركيتكتور تسقسي شكون؟ طبيب ما يعرفش، تسقسي قاضي محامي ما يعرفش، تسقسي مختص. في جيني سيفيل الهندسة المدنية مختص، في علوم الفلاحة أهل الاختصاص، في علوم الشريعة أهل الاختصاص، في جميع علوم الدنيا كلها. ربي يعلمنا بهذه الآية، يعلمنا مراعاة التخصص. وحتى في الفن الواحد كان تخصصات. درك في الشريعة يقول لك اسمح لي أنا مختص في القراءات، في القراءات كما سنشرح بعد حين، مختص في القراءات، ورش وحفص وقانون وهذه يسلك راسه. ممكن تخرجوا تدخلوا في أصول الفقه ما يسلكش راسه. تلقى واحد مختص في أصول الفقه تخرجوا للفقه المقارن ما يسلكش راسه، للتفسير العقيدة ما يسلكش راسه. لذلك في علوم الشريعة كاين تخصصات، كاين تخصصات. في علوم اللغة والأدب ويقول لك أنا مختص فقط في اللغة وفي الشعر، ولا في الأدب مختص في الأدب الجاهلي، ولا في الأدب الإسلامي، ولا في الأدب الشعبي، ولا إلى آخره. تخصصات، لأن صارت العلوم فنون كما قال ابن خلدون. وقد قلت لكم من المرة اللي فات ونحن نتحدث عن تاريخ العلوم، تذكرون؟ اعذروني أحيانا أعيد بعض المعلومات لسببين. السبب الأول لترسيخها في الإعادة إفادة. السبب الثاني ربما أحد الإخوة يأتي جديدا فيستفيد ويأخذ الفائدة. واش قلنا ابن خلدون حينما قال عن علم الأصول؟ قال في الصفحة 815-816 ولما صارت العلوم فنونا، يعني في ذاك الوقت يتحدث عن القرن الثاني الهجري، ماشي الآن، القرن الثاني الهجري، يعني منذ تقريبا 13 قرن. الآن رانا 1438، روح اللور حوالي 13 قرن. ويقول ابن خلدون ولما أصبحت العلوم فنونا، يعني تخصصات، ظهر علم الأصول وأول من قاعد قواعده الإمام الشافعي، صح؟ وهو يؤرخ الطرق يعني لخدمة الحديث والسنة وكذا، وصل إلى الطريقة الحجازية. قال وسيد الطريق، صفحة 940، وسيد الطريقة الحجازية بعد السلف الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله. شفتوا التدقيق العلمي. إذن صارت تخصصات وربي يعلمنا. لذلك علماؤنا الأوائل استفادوا واستثمروا هذا الوحي الطاهر استثمارا جيدا. فاسأل به خبيرا، آية أخرى فاسأل به خبيرا، آية أخرى ولا ينبئك مثل خبير، ولا ينبئك مثل خبير. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسأل به خبير. كل هذه الآيات من مقاصدها صياغة العقلية العلمية التي تحترم التخصص. لماذا؟ لأن الله عز وجل وهو ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ولا واحد في الدنيا يقدر يحوي كل العلوم، ما يقدرش، ولا واحد. أعمارنا قليلة، لو كان عندنا كاش 700 سنة 800 سنة يعني لا بأس. واش فيها يعني؟ واش فيها؟ ابن عاشر شحال عاش؟ 50 سنة برك. ولد سنة 990 وتوفي سنة 1040. هذا ما كان 50 سنة. 50 سنة حنا مازال يقول لك مازال صغير. هي واحد النهار واحد في احد الحلقة اخوكم في الله كذا وكذا يقدم روحه، يعني قال لك اخوكم في الله عازب، دعوا له. شحال في عمرك؟ قال 50 سنة. رايح الله اللي خلاص مازال غير الرتور، أليس كذلك؟ هو 50 سنة خلاص كتب في العلوم وكذا إلى آخره. الشيخ بن باديس الله يرحمه كي مرة درت محاضرة عليه، قلت له شحال في عمرك؟ واحد يقول لك 70 سنة، واحد يقول لك 80 سنة. بن باديس واش كتب؟ شرح القرآن الكريم في السنة في 25 سنة. واش دار وكي تشوف كاع واش خدم تقول ايه بن باديس هذا راه فوق 80. 51 سنة برك، هذا 51 سنة فقط. ابن عاشر عنده 50 سنة في أقوى الروايات. ولد سنة 990 للهجرة وتوفي سنة 1040 للهجرة فقط. ذاك يا جماعة الخير، إذن لازم تخصصات.
لذلك هؤلاء العلماء قال كي ندير لك المتن هاو نلخص لك، تقدر تقرا 50 متن في 20 سنة تقراهم وتضبطهم ما شاء الله. ولكن احنا أعمارنا راهي تذهب. علاش قلت لكم المرة اللي فات أجدادنا خير منا. علاش؟ كانوا يقريو كاع المساجد الزوايا، هنا ابن عاشر، هنا مختصر فقهي لخليل، هنا الله يبارك الأجرومية تجروم، هنا كل واحد كيفاش يدرس، أليس كذا؟ هنا الموطأ، هنا المدونة، يقراو ألفية بن مالك، يقراو يقريو وهكذا. ولكن درك خاطئ. احنا نقولوا العلم ماهوش في الراس، ماهوش لا في الراس لا في الكراس، ولكن راه في فلاش ديسك ولا مش عارف وين راه. مشكلة. لذلك يا جماعة الخير هذه الآيات ركزت عليها قصدا. علاش؟ باش نشوفوا العقلية العلمية ترافقنا خلال هذه الحلقات كاملة. بعدين المهم هذا كل ما نعاودوش كاع واش قلناه. بعد النداية مثلا باللي المتناقي أغد سهل تيسير تعلم الفقه الإسلامي، والمتن قد يكون نظما وقد يكون نثرا، وذكرنا بعض المتون سواء في العقيدة ولا في الفقه الإسلامي ولا في أصول الفقه الإسلامي ولا في الفرائض الرحبية ولا في النحو وقواعد اللغة كلمية الأفعال وألفية ابن مالك وغيرها والأجرومية وغيرها إلى آخره. قلنا في علم الأصول كجمع الجوامع. هذه المتون انتبه إليها علماؤنا رحمهم الله، فألفوا بهذه الطريقة المنهجية الميسرة. ويأتي دورنا الآن أن نقوم بهذه الشروح بكل اللغات التي نقدر عليها، تبليغا للرسالة وأداء للأمانة وتبرئة للذمة وإقامة الحجة. الآن في الحلقة الثانية من حلقات شرح متن ابن عاشر نعطي بعض المعلومات، يعني ترجمة عن الإمام عبد الواحد بن عاشر رحمه الله، والشيخ الإمام العلامة. تقول العلامة مع صيغة مبالغة، صيغة مبالغة. الأصولي هذه من التعريفات التي يبدأ بها العلماء وهم يتحدثون في ترجمة عبد الواحد. علاه كي يقول لك هو إمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في أمر الصلاة. ولكن الحديث قياس، عندهم الإمامة في العلم، يعني تقدم كبير في العلوم، واسمه العلامة، هذه صيغة مبالغة، العلامة. ويقولوا الحجة، الحجة هكذا يعرف في كتب التراجم. الحجة يعني يفكاس ربي ثم سني ثم قرانت يغال ووليس فيصل في كثير من الأمور، يرجع يحتج بكلامه، يحتج بكلامه. الأصولي أي غير يعرف بالأصول لأنه كان أيضا مبدعا في علم الأصول فضلا عن علم الفقه، معناه جمع بين الفقه والأصول. والعلماء الذين ترجموا له ماذا قالوا في هذه المسألة بالذات؟ قال قد نجد إنسانا فقيها يهتم بالفروع الفقهية، بالفروع الفقهية، ولكنه يعني ما عندوش كما يقولوا رسوخ قدم، لا يملك القدم يعني الراسخة في الأصول. فبالتالي إذن ممكن يذكر لك الفروع الفقه والفتاوى إلى آخره، ولكن إذا طلبت منه أن يؤصل يجد صعوبة في التأصيل. لذلك تلميذ من تلاميذه وسوف نشير إليه بعد حين إن شاء الله، تلميذ وفي العلامة ميارة نتكلم عليه إن شاء الله، يعني ممن يذكر هذه المسألة. قال لك هو أصولي، درس علم الأصول، وعلم الأصول مع علم الفقه متلازمان. قلت لكم في القرن الثاني الهجري ظهر الكتاب نتاع الشافعي اللي هو الرسالة في علم الأصول في القواعد، ولكن القواعد الفقهية ظهرت أيضا مرافقة لهذا العلم. وبعدين تميزت، كاين قواعد أصولية كاين قواعد فقهية. نعطيك القواعد الفقهية مثلا، كي تقول الضرر يزال، قاعدة فقهية. كي تقول الضرورات تبيح المحظورات، قاعدة فقهية. تقول الجواز ينافي الضمان، الجواز ينافي الضمان، قاعدة فقهية، إلى غير ذلك من القواعد الفقهية. القواعد الأصولية
نقول لك مثلا الأمر للوجوب، الأمر للوجوب يكفى ووال. طيب حينما نقرأ قوله تعالى مثلا في سورة البقرة الآية 114 أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أقيموا الصلاة أمر بإقامة الصلاة. طيب سيدي كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، خاطر ممكن صيغة الأمر تأتي بلغة كتب، فرض. الأوامر موجودة، الأمر للوجوب نفتح قوس، ولكن حينما نستدعي ثاج الرمث نقول لثاج الرمث الأجرمية مرحبا، واش تقولنا؟ تقولوا حبسوا. الأمر عنده 16 معنى، ماشي غير الوجوب. 16 معنى قد لا يفيد الوجوب، فهمتوا كيف يعني؟ فبالتالي ما نبقاوش هنا فقط في معنى يولي الرأس يتسع والمدارك تتسع فتستوعب هذه المعاني، وبعدين هنا وبعدين كاين خدمة وين يكون الواجب، خاطر ممكن تكون صارف من الصوارف، فبالتالي يخرج من الوجوب، ممكن يدخل في الندب، في حكم الندب، ممكن يدخل في حكم الاعتناء والاهتمام، ممكن يدخل في باب الاستحسان. لا ندري، هذه سوف نستدعي هذه القواعد اللغوية في وقتها، ولكن فقط نقول قاعدة أصولية الأمر للوجوب، لقينا آية قرآنية كذا وكذا. طيب ما هو دور علم الأصول؟ يعني يعطينا يفيدنا بالقواعد التي تمكننا من استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. كل حاجة من جاية؟ من القرآن، من السنة، من القرآن إلى آخره. إذن هذا أصولي جمع بين الفقه والأصول، يعني ابن عاشر، أبو محمد عبد الواحد بن أحمد بن علي بن عاشر، كي نقول هكذا السلسلة. هذه أيضا في إشارة لطيفة ومهمة، معنى يذكر اسم الشخص واسم الأب واسم الجد وأب الجد، هذه النسب، نسابة العرب زمان كانوا يهتمون بعلم الأنساب، يهتمون بعلم الأنساب. روح والآن هذا العلم يكاد يضمحل وينتهي. كاين نو بارينو، صح؟ الاسم واللقب. لو كان تشوف واحد تقول له واسمه بابات جدك، ها هو سوت إذا كان جدو مات حسرة، إذا كان يعرف جدو ديجا الله يبارك. فهمتوا المسألة كيف؟ لذلك علي بن أبي طالب تعرفوه كامل، عنده أخوه اسمه عقيل. عقيل هذا من اختصاصاته يهتم بعلم الأنساب، لذلك ورد أنه بيوم الجمعة يريح قبل الجمعة ويستقبل الناس ويعلمهم الأنساب، يقول لك أنت منين؟ أنت كذا 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 كذا، أنت منين؟ كذا كذا كذا، أليس كذلك؟ يجيب لك الشجرة نتاعك كامل. الشيوخ نتاعنا الكبار إلى عهد قريب يعرف، العجايز خير منا في هذا الموضوع. العجايز يتلاقاو في الطبيب، تلاقاو في لاصال داتونت، يسقسيو انت منين؟ انت منين؟ دي فوا تدي ما يماك ولا جدك للطبيب، كي تخرج تقول لك على بالك، ها اليوم لقيت الزريعه نتاعنا كاع راهي لهيه، والله هذه بالك صارت لكم، تقول لك لقيت وحده وهي اللي يجيب كاع خيوط، وكاين ناس كبار يعرفوا كاع خيوط. هنا في تيزيزو كان يقول كاع الشجره نتاع العائله، عائله كذا بلا ما نذكرهم، عائله كذا هاي اللي جايه كذا، عائله كذا عائله كذا، اليس كذلك؟ احنا الان لا نهتم بهذا الامر، لذلك هذه اشاره كي نذكروا كاع هذا الاسم الاب واسم الجد واسم اب الجد، يعني باش نهتموا بالنسب. ولا ما فيه الامر بسيط، ممكن واحد يدير شجره في الدار، شجره الجد ويهبط شويه شويه ويعرفوا، يجوا الفروع وهكذا يعرفوا الانساب. ولذلك في الإسلام كاين ما يسمى بالنسب، طهارة النسب، لذلك جاء القرآن يحرم التبني، كل حاجة مربوطة. علاش لادوبسيون انتردي حرام؟ لماذا؟ للحفاظ على الأنساب، باش كل يوم يزراني سيدي أكا الأنساب، صح؟ الشرع غير كي ديالنا حرام لادوبسيون، تبني، كان تبني قائما، حرموا الشرع، حرموا القرآن وحرمت السنة، علاه؟ باش تبقى الأنساب طاهرة. ولكن طهر الأنساب والحفاظ على الأنساب لازم أيضا يخدم بهذه الطريقة. الأندلسي أصلا، الأنصاري نسبا، الأندلسي أصلا، الفاسي
منشأ ودارا. إذن الأنصاري نسبا، الأندلسي أصلا، الفاسي دارا ومنشأ. هذا عالم من أعلام المالكية، يعني وجي من كبار علماء المالكية الإمام ابن عاشر رحمه الله. ولد كما قلت لكم سنة 990 للهجرة، وتوفي سنة 1040 للهجرة، يعني 50 سنة أو يزيد قليلا. هذا واش حاج، ولكن ربي عطاله البركة في العمر، يسلا البركة ديال العمر معناتها يزمر يولي يعيش مزي، ولكن ربي في كيس البركة، في كيس البركة ديال العمر. هذا منهم والحمد لله. ونوي المؤلفات نتاعو وما تركه من آثار. لذلك يقول الشاعر: يمضي الرجال ويبقى النهج والأثر. كلنا إلى زوال، نموت كاع، ولكن شوف الأثر. يمضي الرجال ويبقى النهج والأثر. أنا مثكن من لا قريش الله يرحم اللي ما تخلى، هذه يجي بنادم، هذه جاي لهم يزمر كل يوم تزمر فيس. المهم إلا قد يجي الأثر، ولكن يجي الأثر الذي به يذكر في الخير. علاش كنذكروا كاع العلماء هذون؟ والمره اللي فاتت سمعتوا ذكرنا بعض العلماء تاع البلاد نتاع الجزائر وفلان وفلان وفلان. علاه؟ كي نذكروهم قول الله يرحمهم صافي، مازال الخير يوصلهم الى يوم القيامه ما دام الاثر نتاعهم. لذلك ربي قال في القران: ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان. ولكن ربط وقرن هذا الذكر وكذا بالاثر، بالسبق، ماهوش هكذا برك. اذا سبقونا باش بالايمان. اما اللي بعيد الشر ما خلى حاجه اخرى يعني مش مليحه، كل ما يذكر بحاجه اخرى. يقول تهنينا من استرحنا، نسال الله العفو والعافيه. اذا ولد سنه 99 هجره وتوفي سنه 1040 للهجره، ودفن بفاس، يعني مقبرته قبره بفاس يعني بالمغرب. الان نتحدث شويه عن شيوخه. طبعا اختار بعض المعلومات فقط. الشيوخ نتاعو ما جاش هكذا برك، عنده لي بروموتور، عنده لونكادرمون، عنده لي زونكادرور، عنده الشيوخ نتاعو. ما كاينش شيخ بلا شيخ. قلت لكم المره اللي فات ابن خلدون من شيوخه اشكون ذكرنا؟ سميت شيوخ ابن خلدون. ابن خلدون معروف من كبار علماء الدنيا، معروف كامل في العالم. عنده الشيوخ، من الشيوخ اللي قراوه كاين واحد جزائري اسمه سيدي أحمد وذريس. سيدي أحمد بن دريس هذا هو صاحب الزاوية اللي راهي موجودة قبل ما توصل سيدي عبد الرحمن للولي تلقى سيدي أحمد بن دريس. هذا من الناس اللي قراوا ابن خلدون. علاش نقول هذا الكلام؟ باش نعرفوا أقدار العلماء فقط، وهذا واجبنا باش نتحدث عنهم. وكاين مفاجآت كثيرة إن شاء الله تسمعوها في مستقبل الأيام. كل مرة هكذا نحاول نعطيو معلومات على شيوخنا، على العلماء إلى آخره. إذا شبعت الخير علاش درك حنا نقولوا كاع علماء الامه مرحبا بهم. كما نعتز بالامام البيروني ماشي نتاعنا، نعتز بالامام الآمدي، النووي، البخاري، مسلم، ليس كذلك. ابن حجر المره اللي فاتت هضرنا على ابن حجر، يا اخي ماشي من عين الحمام ابن حجر العسقلاني، ولا من بسكره ولا من وهران، وذكرناه وشكرناه وعطينا له حقه. قال الامام ابن حجر بغى يولي كما الامام الذهبي صاحب سير اعلام النبلاء، هذا من كبار الحفاظ الامام الذهبي. كي وصل زمزم شرب ماء زمزم، وماء زمزم لما شرب له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا يا ربي عندي دعاء، ربي اعطيني الحافظه الذاكره كما تاع الامام الذهبي، وربي اعطى له اكثر من تاع الامام الذهبي. هذا ابن حجر العسقلاني صاحب بلوغ المرام من ادله الاحكام، اعظم كتاب في جامع لاحاديث الاحكام. اذا علماء الامه كاع مرحبا بهم، نحبوهم كامل. مي لازم نقراو باش ننصف الجميع بقدر الامكان. الشيوخ عنده شيوخ ابن عاشر، شيوخ كثيرون. ابو العباس احمد بن عثمان اللمطي، هذا اخذ منه القران كما الشيوخ تاعنا. درك نسقسيو الشيخ عبد الرحمن يقول تعلمت القران على فلان، يعني لا ينصف له. وكل ما يصلي وكذا يذكر المشايخ يذكرهم بالدعاء، وحنا علمونا المشايخ في كل دعاء ندعو لمشايخنا، ندعو لهم
ندعو لهم باش ما نساوش فضلهم. لماذا؟ لأنه الفضل نتاعهم لابد أن يرافقنا باش تكون البركة فيما تعلمناه منهم. لذلك أبو العباس هذا العالم أخذ منه عبد الواحد بن عاشر القرآن. إلا الشيخ واحد اسمه أبو العباس الثاني ولكن اسمه سوقي أبو العباس أحمد الكفيف. هذا أبو العباس أحمد الكفيف مرجع من مراجع الأمة في القراءات، في القراءات في القرآن. راكم تسمعوا المشايخ يقراوا القرآن وتسمعوا ذوك الله يبارك الآن في خير ربي في البلاد الحمد لله. الحمد لله كان اللي يتقن رواية ورش وكان مع حفص وهذا قالون وكان اللي يجمعهم كامل، ليس كذلك. وتسمع بعض الناس وتعرف. مرة في واحد النشاط هكذا قلت لهم قال الله تعالى وازنوا بالقسطاس المستقيم. حسيت واحد شغل ما عجبوش القسطاس، قلت له كاين القسطاس كاين القسطاس، هذه قراءة وهذه قراءة، ما تقلقش. يوم القيامة يفصل بينكم، يوم القيامة يفصل بينكم فتبينوا فتثبتوا. هذا ولات علوم مع لازم تعرف وناس كي تعرف. الحمد لله الحمد لله ناس تعرف. على هذه العلوم لابد أن تدرس لتبقى وإلا لا تبقى. علم الفرائض علاش الآن راه ضعيف يعني في الأمة كثيرا؟ علم الفرائض ضعيف ضعيف. علاش ضعيف؟ لأنه ضعيف. بزاف ناس ما يهتموش به، ممكن يحفظوا القرآن كامل ولكن ما يقراش علم الفرائض. يحتاجوا إلى جلسة كما راكم جالسين دروك، جلسة فقهية ويريح ويستمع. نعم النبي عليه الصلاة والسلام قال تعلموا الفرائض فإنه من دينكم. في حديث آخر تعلموا الفرائض وعلموها الناس. في رواية يقول فإنه أول علم ينزع أو يرفع. لذلك يا جماعة الخير هذه العلوم تنقل هكذا. علاش قلت هذا الكلام؟ باش نقول لك هو عنده عدة أساتذة عدة شيوخ خدم واحد القرآن. أبو العباس أحمد الكفيف هو مختص في القراءات، قرأ عليه 7 قراءات، القراءات ال7 قرأهم عليه، قرأهم وأتقنها، قرأها وأتقنها، تعلمها وأتقنها. زيد كان واحد اسمه محمد الشريف التلمساني. محمد الشريف التلمساني هذا كي نقول التلمساني معناه تلمسان، هذا من كبار العلماء. محمد الشريف التلمساني واش تعلم منه عبد الواحد بن عاشر؟ قرأ عليه الرسالة، رسالة ابن أبي زيد القيرواني. أنعم قراها. لذلك نقول لكم حاجة بيني وبينكم من الناحية المنهجية، لازم واحد يقرأ قبل ابن عاشر وبعدين يقرأ الرسالة لابن أبي زيد القيرواني الذي يلقب بمالك الصغير، مالك الصغير، وبعدين يقرأ سيدي خليل المختصر الفقهي للشيخ خليل. هكذا التدرج. درك ممكن الآن واحد يقول علاش كم قريتوا بديتوا المختصر الفقهي قبل؟ هذه مسألة كل عرف كيفه، يعني العرف تاعنا هو يتحكم. حنا اللي معروف عندنا هو سيدي خليل مثلا، سيدي خليل الشيوخ كاع يقول لك شران سيدي خليل، ولكن عادي. ولكن الناحية العلمية المنهجية لابد أن نعرف هذا الأمر. لذلك محمد الشريف التلمساني وكان يدرس الرسالة لابن أبي زيد القيرواني وقرأها عليه إذاك. وكان شيوخ، كان أبو الفضل القاسم هذا الشهير بمن القاضي، هذا واش خذا عليه؟ خذا عليه تقدر تقول 3 مواد، 3 موديول. تعلم منه النحو، قواعد اللغة، يغرف له تعرف باش هذه السين تعرف. قرأ عليه الفرائض، علم الفرائض، وقرأ عليه علم الحساب. وطبعا إذا قال الفرائض ما قراش الحساب ما يقدرش يسلك راسه، لأنه علم الفرائض مبني على الحساب، على الرياضيات، أليس كذلك؟ كاين فيه داخل كلش الحساب، فيها الحسابات لي ماتيماتيك داخل، ولي بروبابيليتي نتاع الدنيا كامله راهي موجوده في علم الفرائض. واللي ما يعرفش الحساب كيفاش يسلك راسه في هذه؟ قرا 3 موديول هذه وقراهم على هذا. يعني ما حبيتش نفصل اكثر خاطر كل علم مني خذاه. وهما كيفاش يديروا نقول لكم بيني وبينكم وين يكون عنده نقص يروح يعمرو، صح؟ كيما واحد الفلاح مثلا، فلاح يعرف يحرث وما يعرفش يدرس. كاين فلاح
يعرف يزرع ويحرث، هذه خدمته. ما يعرفش يدرس، ما يعرفش يروح يتعلم هذا، وما يعرفش يلقم شجور، وهذه تحتاج الى فقه ايضا، صح؟ اما واحد في لاغورنومي ولا واحد فلاح خذها بالتجربه، لأن العلوم هذه المعارف هذه ممكن تكتسب بالتلقين بالتعلم، ممكن تكتسب بالتجربه، اليس كذلك؟ كانوا العلماء زمان هكذا يديروا، يقول كاين حلقه لهيه نروح نتعلم عليها حاجه، كاين هذاك الشيء نتعلم منه، وبعدين في الاخير كاين 14 سنه 15 سنه الله يبارك يولي ياخذ لا روليف كما نقولوا، ياخذ لا روليف. هذه مساله مهمه. لذلك تعدد الشيوخ هذا مظهر صحه في حياه الامام عبد الواحد بن عاشر. ذكرت بعضا منهم ويسمحوا لي الشيوخ الاخرين ربي يرحمهم جميعا. تلاميذ، عنده تلاميذ كثير، عنده هو تلاميذ. قبل كاين ان شاء الله تصغرض لكن قارن ان شاء الله تقرا وتقري دعوه الخير قمغار ثوره. هو ايضا عنده تلاميذ، من تلاميذ ابن عاشر كاين علامه اسمه ابو عبد الله محمد بن احمد، هذا مياره اللي توفي سنه 1072، هو صاحب هذا الكتاب. هذا الكتاب عطاه لي الشيخ عبد الرحمن تاعنا، هذا من الكتب الرائعه جدا. واول من شرح ابن عاشر هو هذا تلميذه. شوف الوفاء فدال يغرى في اللاس نتيك شرحا المتنينس. هذا كتاب رائع. كتب الصفرة هذه فيها واحد الخير يا جماعة الخير. كاين اللي بكري شفيت يحتقروها بعض الناس ماشي كامل، يقول لك فلان يقرا الكتب الصفراء. سمعنا هذا الكلام بزاف، والله تكلخنا ما نخبيش عليكم. صافي نقراو غير الكتب البيضاء، درك فرح كاع كاين البيضاء كاين الصفراء، بقاو غير فلاش ديسكو. هذا واش بقى؟ مفهوم خطا؟ لا الصح كاع راهنا. صافي هذا مؤلف هذا الكتاب هو تلميذ عبد الواحد بن عاشر. سنعود الى هذا الكتاب بعد حين. نعم من فاس. بارك الله فيك. ميارة وعنده فيه المختصر. ها هنا نرجعوا هذا المختصر تبعه ان شاء الله. حاولوا كل مره نجيب لكم كتب هكذا تشوفوها وتعرفوها ونديو البركه ان شاء الله. يلا. وهو اول من شرح متن ابن عاشر. كيفاش سماه؟ شوفوا كيفاش سماه الدر الثمين والمورد المعين، شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين لابن عاشر. هذا هو أول كتاب يشرح متن ابن عاشر، وهذا المختصر نتاعو. شفتوا الفرق؟ المختصر هذا الشرح داروا مطول، وهذا داروا ريزومي معتصر. هذا مختصر كيف مختصر هكذا مكتوب مختصر الدر الثمين والمورد المعين إلى علامة محمد بن أحمد الفاسي الشهير بالعلامة ميارة. وكاين ثاني واحد من التلاميذ تاعو الشيخ عبد القادر الفاسي الذي توفي سنة 1091، وقد أخذ الفقه الشاطبي إلى آخره. ما حبيش يعني نطول في ذكر هؤلاء التلاميذ، عنده تلاميذ كثيرون. نروح الآن مباشرة إلى المؤلفات نتاعو وبعدين نرجع للشروح. مؤلفات ألفها العلامة ابن عاشر، يعني هذا الناظم صاحب هذا النظم، العديد من المؤلفات، منها هذا منظومة المرشد المعين على الضروري من علوم الدين. وعنده كتاب آخر، طيب الشيخ ميارة هذا تلميذ هو اش كان يقول؟ قال لك منظومة عديمة المثال في الاختصار. هذا تلميذه يتحدث عن هذه المنظومة. كي قرأ يعني يختصر تيد مليح شغل ما كان يعصر يفكي غد كان العصير يفكي غد الجو وكي ذا والدنا التلميذ في الشيخيس
منظومة عديمة المثال في الاختصار وكثرة الفوائد والتحقيق وموافق إلى آخره. والمدينة موافقة المشهور كذا، ومحاذاة مختصر الشيخ خليل إلى آخره، والجمع بين الأصول الدين وفروعه. قال كلام كثير بعدين نرجع إليه إن شاء الله في الوقت المناسب. 2. فتح المنان في شرح مورد الظمآن في علم رسم القرآن، هذا الكتاب الثاني. الكتاب الثالث شرح على مختصر خليل المالكي، سبحان الله أيضا كان وفيا أيضا، شرح هذا المختصر الشيخ خليل. لماذا؟ أيضا دائما للتيسير، لأنه كاين المتن، والمتن هذا ستلاحظون أحيانا يستخدم كلمة واحدة تحتاج إلى شرح مطول. أدر الناس بمقاصد تلك الألفاظ هم تلاميذ ومنهم العلامة ميار. الآن نروح إلى شروح المختصر أو شروح هذا النظم أو هذا المتن كثيرة. أبدأ بهذا، معلش هذا نزيد نوريه لأنه البركة الكبيرة هنا. هذا خطر هو الأول، هذا الأول للشيخ ميار، وعنده مختصر آخر لنفس للمؤلف نفسه. هذا أيضا مختصر اسمه مختصر الدر الثمين والمورد المعين. وكاين هذا شرح ابن عاشر في الفقه المالكي، هذا كتاب صغير يقدر واحد ياخذ معاه في الحافلة ويقرأ. وهنا نفتح قوس. جماعة الخير، القراءة مهمة، بمعنى أوقاتنا ضاعت كثيرا. أشحال وقت غيروح أما تسمغرا، أما الجنازة، أما قصار، أما ونهضر، يعني وقتنا غيروح عطاس. أقلاوك نعيش كفردان أكا يلها فد مذيا وثكثف الصعرة في الصرومي الإنجليزي، المهمة ذي غار القراية لها ربي عند اقرأ نغاليمي نجال القراية من وعي ونقار سلتو ذي الكار ناندا سيني شفتيون واقي، يعني خي لاباس به. لو كان نشوفوا واحد رافد الكتب داخل الكار جاب لي ربي نخزرو كاع فيه، صح ولا ماشي صح؟ سلتو كان كتب في كتاب كبير شغل يلفت الانتباه، من بعد نخزرو فيه كل شيخ عبد الرحمن هذا لاباس به شويه تعرفوا علاش يعني زعما يقرا ولا اله محمد رسول الله. لذلك هذه المره الحمد لله الجزائر انقذها، نقصد في المجال القراءة، يعني شرفها جملها واحد في القراءة برك. شكون هذا؟ تبعت شوية الخبر، طفل صغير شحال في عمره؟ 7 سنوات، 7 سنين. كذا قلت لكم قلت لكم حكيتها، هي نسيت في حينما كرم في مسجد الأمير عبد القادر بقسنطينة، سألته سؤال قدام حضرتك، قلت له لماذا تقرأ؟ نفس السؤال اللي طرحوا له عليه ليه، باش نشوف لهيه وين دا المسابقة. أجاب في 59 ثانية، وكي طرحت له السؤال جاوب في 58 ثانية، ربح ثانية. دار شوية لا فيتاس، الله يبارك ربح ثانية. وهذه حاجة حلوة. على هامش التكريم ربما هذه ما قلت لكمش، بدا يجاوب على خلاصة للكتب التي قرأها. هنا لا إله إلا محمد رسول الله، هنا تشهد نورمال. يقول لك قرأت مثلا سيرة ابن هشام وبدا يقول لك المضمون اللي فيها ويختصر لك ما قرأ. وهذه عبقرية كبيرة من عند ربي. وباش نقولوا شحال من التلاميذ اللي عندنا ضاعوا مساكن بسوء التوجيه. وربما الآن بالانترنت وهذه الأمور وكذا، هذه الأمور مليحة مانيش نقول، ولكن الطفل يقدر يريح 10 سوايع قدام الميكرو قدام الطابلات، ما يقدرش يريح 5 دقائق قدام. وكل مرة واحد طفل صغير كان كل ما نقرا في الكتاب نرقد يجيني رقاد، وكي يحكم لا طابلات ما يجيش رقاد. هذا السؤال أطرح سؤالا ولا أجيب، ما على باليش بالجواب، لا أعرف لماذا، أين الخلل؟ هناك خلل يقينا. ليس ذلك. ما عندكش اللوحة نتاع الزاوية؟ ما كاينش أنا، معلش فرصة أخرى نجيبوها إن شاء الله. اللوحة نتاع الزاوية، اللوحة الخشبية، باش يعني الحنين هذاك باش هما وثاني المشايخ نتاعنا هنا باش يزيدوا الحنين تاعهم يزيد يكبر إلى هذه الطريقة القديمة اللي كانت فعلا في قمة الفاعلية ليفيكاسيتي. إذن هذا صغير صف دير ميتعد، ما نقولكش دي هذا كبير.
لا دي هذا الدي وأمثال. وكاين أصغر من هذا باش نربيو كما يقول الكبدة على القراية، أنزو الحمالة القراية تقولها وننغ هكا. لذلك هؤلاء العلماء الذين شرحوا جزاهم الله خير. وكان كتاب هذا أيضا ممتاز اسمه العرف الناشر في شرح وأدلة فقه متن ابن عاشر. ما فائدة هذا الكتاب؟ عنده فوائد كلها، ما عنده فوائد، ولكن هنا يجيب لك الأصول، يؤصلوا هذا الكلام. خاطر ممكن يجيك واحد يقول لك شوف هذه المتون ما عندهاش أصول. هذا اللي يقراو اللي يقول هذا الكلام، اللي يقراو بالك اللي عنده ليسونس الشريعة وطلع الفوق يقدر يقول لك هذا الكلام، يفتنك، يقول لك المتون لا معنى لها. لماذا لا معنى لها؟ خاطر بغير دليل ما كاينش، يجيب لك برك الأحكام بصياغة مختزلة مختصرة. ولكن هذا هو المقصود. الفقهاء كي قال لك مثلا الضرورات تبيح المحظورات، الضرورات تبيح المحظورات، شحال كلمة؟ 3. ولكن هذا الكلام نتاع الفقهاء راه يلخص كلام طويل. تحب نأصل لك. قال الله تعالى في القرآن الكريم في سورة البقرة الآية 231 ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا إلى آخر الآية. هو الدليل، جيب لك دليل آخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، جيب لك حديث واحد آخر. قال الله تعالى في سورة المائدة فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم، سورة المائدة الآية 3. دليل آخر قال الله تعالى في سورة البقرة الآية 173 فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. نريح لك واحد نصف ساعة نجيب لك الأدلة باش نشرح لك حاجة هذه مليحة نعرفوها، ولكن أيضا كي نجيب لك قاعدة فقهية الضرورة تبيح المحظورات ونشرحها لك، فهمتها؟ نمشيو. علاش ما نديروش 50 قاعدة في اليوم؟ علاه؟ باش نتعلموا، خاطر أعمارنا قصيرة، ما نعيشوش 700 سنة أو نعيشوا غير شوية برك رايحين. لذا علاش دير المشكلة في هذه؟ تقول لي هذه المتون لا أدلة لها. لا أروح احضر الحلقة وتسمع الأدلة وزيد اقرا كتب، اقرا. حبيت دير هكاك اقرا، بعد يومين نجيك تقول لي ما نقدرش نقرا فيهم. دبر راسك، تهدر، اللي يهدر لازم يكون مسؤول. نعيا القوال سي بون كيما يقولوا كل جون سي بون. هو تلقى الانسان ما لقاش سكوند ثانيه في حياته تلقى واحد مريح عالاز، يقول لك الشيخ عبد الرحمن واش انت الزوايا والمتون وكذا يشوش عليك ويشوش على الامه كامله. علاه اخويا العزيز؟ لماذا يا اخي؟ انت لا تعلم السنظره. السؤال مفتاح العلم. اما الاحكام واصدار الاحكام بغير دليل، ربي قال قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. حدثتكم اليوم عن العقليه العلميه، اليس كذلك؟ فاسال به خبيرا ولا ينبئك مثل خبير. يا هكذا قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. زيد نقول لك حاجه اخرى، ربي قال فتبينوا، يلا عليك بالبيان. زيد وكي توصل في الاخير تستوعب هذه المسائل، تقول الكلمه مسؤوليه. والله باش تخرج كلمه نعس روحي، سورتو في امور الدين. في امور اخرى ينووا ينوضوا قرا نتمسلايا وكذا غيعفو ربي وخلاص، هذا ما كان. والنبي عليه الصلاه والسلام قال في حديث صحيح من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. مفهوم يا جماعه الخير؟ الحرف الناشر هذا يجيب لك الادله. نعطيك مثال، فتحتها هكا قضاء وقدر. هاو جاب زوج ابيات فوق، زوج ابيات وبدا يشرح. هذا كله شرح ومع الادله. يقول لك هذه الكلمه ترجع الى قوله تعالى كذا وكذا، هذه الكلمه ترجع الى حديث النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. حطيهم الصح راهم يخدموا. هذه كلها وما زال. شوف منا زوج ابيات، هذا شرح ومع الادله، هذا شرح مع الادله، وهذا شرح مع الادله، وهذا شرح مع الادله، وهذا شرح مع الادله. اقرا
قرنيش تقبيلية وينوذان يوفى، وينوذان يوفى، اللي بحث يلقى، اللي ما بحثش ما يلقاش. وكاين هذا جبت لكم غير شويه، هذا شرح منظومه ابن عاشر ايضا، هذا احمد مصطفى قاسم الطهطاوي، هذا في الفقه المالكي، شرح مختصر رقيق، يعني كل الشروح موجوده، حبيت رقيق حبيت ثقيل حبيت، كل الاوزان راهي موجوده، والحمد لله رب العالمين. يا الله. الان نشرع في الشرح إن شاء الله وقدر. اليوم نشرح زوج أبيات برك، وبعدين الحصة القادمة نبداو نديروا شوية السرعة باش نشرحوا أكبر قدر ممكن. كم بقي صلاة العشاء يا شيخ؟ الله يبارك، الله يبارك. اسمحوا لي برك فقط ملاحظة، هذه الشروح ذكرت بعضا منها على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر، إذن هذه أمثلة، وربما جبت النماذج فقط باش الإخوة الكرام يعرفوا باللي كاين مناهج في الشروح، كاين دي ميثود، كاين مناهج. هذا عنده منهج نتاعو يعتمد على مثلا اللي يعتمد على شرح الكلمات، يعني الألفاظ، ويشرح المعاني نتاعها، وبعدين يربطها لك بأصول المذهب المالكي. تبعني مليح. مثلا المالكية يعتمدون عمل أهل المدينة كأصل من أصولهم، انفردوا به. شرحنا هذا في الحصة الأولى، يعني ما قبل الأولى، يعني الحصة التمهيدية الأولى. أي غردني غاولاكي هذا الشارح يرشدك إلى هذا الدليل اللي هو عمل أهل المدينة، ماشي آية، ماشي حديث، ماشي إجماع، هو عمل أهل المدينة، وهو أصل من أصول المالكية. وأحيانا في الشروح هذه يقول لك هذا دليل وين يروح للاستحسان، معنى يربط لك بالاستحسان، ويقول يكفي هذا يجزي، لأنه من أصول المذهب الاستحسان. وأحيانا يربط لك بالقياس، وهذا القياس طبعا هو مصدر أو أصل متفق عليه في المدارس الفقهية. وأحيانا يربط لك بالحديث النبوي الشريف، وأحيانا بالقرآن، أحيانا بالقرآن والسنة، وهكذا. وكاين بعضهم يعتمدوا الشروح الغريب، شرح غريب الألفاظ التي وردت في الكتاب في المتن، يعني كل واحد والطريقة نتاعو، بين مسهب وبين مختصر إلى آخره. وكاين اللي يفتح الأصول اللغوية، القواعد الأصولية اللغوية، ويفصل فيها، كما قلت لكم قبل حين. نعرفوا كامل قاعدة أصولية أن الأمر للوجوب، ولكن كي تروح الأجرومية تقولها مرحبا بك الأجرومية، وبعدين يقول لك لا حبس، الأمر عنده 16 معنى، قد يكون للوجوب، قد يكون للندب، قد يكون للاعتناء الاهتمام، وهكذا. سوف نقول هذا الكلام في الوقت المناسب. إذن والأفضل الذي ننصح به أن كل واحد يقرأ من هذه شوية شوية، يولي كما النحلة من كل حديقة يأخذ ما تيسر، ذا كان في حدود العمر. إلا ما كانش يقرأ كتاب واحد، تقرأ هذا حتى تكمله وتقول أني فهمت منظومة ابن عاشر، وفي هذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول عبد الواحد بن عاشر مبتدئا باسم الإله القادر. درك الآن ابن عاشر يحدثكم، يقول ما قالش قال يقول، وحتى في هذه أيضا فيه لفتة لغوية. ودائما الفعل ماض، ولكن فعل مضارع متجدد الأثر، متجدد. يقول عبد الواحد ديسمس بن عاشر، هو بن عاشري باش تفرق، يعني القراءة سوا، يعني هذا المتن له. وتقريبا الكثير من الكتاب المتون يبدأونها هكذا أو بما يشبه هذا، باش لنعرف السند. خطر السند مطلوب في الآثار والأخبار، مطلوب، ومطلوب أيضا في العلم. بارك الله فيكم.
كي نقول لك عن فلان عن فلان عن فلان قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذاك عن هذيك العن، هذاك هو السند. الإمام مالك يروي الحديث عن فلان، هذاك الفلان روى عن فلان، هذاك حتى يوصل الصحابي، وبعدين الصحابي ممكن يسمعوا من صحابي آخر، مثلا عن زيد بن ثابت، عن مثلا عثمان بن عفان، عن أبي هريرة رضي الله عن الجميع قال النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا، أليس كذلك؟ هذا كله هذا السند مطلوب. لذلك علم الرجال هذا من العلوم سوف نشير إليها في الوقت المناسب أيضا، كل مرة نحاول نمسوا العلوم هكذا شوية شوية باش نعرفوا. هو الأمة تاعنا مما تعتز به علم الرجال، علم الرجال، وكان يقول لك هو نصف العلم، أليس كذلك؟ وبعدين باش نتعلم هذا السند ألم نبض النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان يجي واحد يقول لك مباشرة قال النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح أنه في دروسنا وفي فتاوانا نقول هكذا من باب الاختصار والاختيار، ولكن في الحلقات العلمية مثلا في علم الحديث ماشي هكذا، لازم تقرأ كل شيء السند من البداية للنهاية، وبعدين شوف الرجال كما رانا نديروا في الموطأ في العتيق، كي نديروا السند نديروا التعليق، وأحيانا يكون نقولوا هذا الحديث صحيح ولا حديث ضعيف ولا حديث حسن لذاته حسن لغيره. كيفاش نعرفوا هذا الشيء؟ من الأدوات اللي نستخدموها هذا السند، والسند هذا من الدين، أليس كذلك؟ باش نعرفوا صحيح. لذلك عبد الله بن المبارك وهو من تلاميذ الإمام مالك، عبد الله بن المبارك واش كان يقول؟ قال له الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. فهمت العبارة حلوة؟ سيقرأ الإسناد ربي سبحانه حبى هذه الأمة بالسند، بالإسناد. لو كان ماشي الإسناد كل يوم دينا شو يبغى، دينا شو يبغى، يقول واش يحب وخلاص. فبالتالي إذن يكون هذا السند هو اللي يضبط هذا العلم ويحافظ على هذا العلم. زيد وهو اللي قالوا، تعرفوا الحكاية، نهار اللي قالوا له يا إمام هذه الأحاديث الموضوعة، نهار اللي ظهرت حركة الوضع في الحديث، يعني هو قاعد يسيد ديفن في النبي صلى الله عليه وسلم، يجيب الكلام موزون مليح، يقول لك قالوا النبي صلى الله عليه وسلم، هو ما قالوش، هو اللي قال بنادم هذا كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهذا الحديث بلغ أسمق درجة في التواتر، متواتر. وكاين رواية أخرى هذا الحديث من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار، ما كاينش متعمدا. فهمتوا الحديث المشهور هو هذا الأول، هذا هو حديث متواتر ولكن أقصد مشهور بين الناس. من كذب عليه متعمدا، وين هذا السيد في النبي صلى الله عليه وسلم يعمد أمكانيز لجهنم والعياذ بالله. ولكن إلا الحديث واضح وين هذا السيد في الناس ما يعص روحه، ما يقولكش أنا كذبت عليه بحسن النية، مفهوم؟ عص روحك. وإذا كان غلطت معليش، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان. وفي رواية أخرى إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، جل من لا يخطئ، كل واحد منا يخطئ. والنبي عليه الصلاة والسلام قال كل بني آدم خطاء وخير الخطائين توابون، ولكن فقط الإنسان يجتهد ويراجع معلوماته إلى آخره. فهمتوا السند هذا؟ والإمام الشافعي واش يقول؟ قال من أسند فقد حمل. شوف الكلام، من أسند فقد حمل. كي تقول لي قال، نقول لك شكون قال؟ هذا ما كان. إلا أنت قول أنا قلت، إذا واحد دخل اللي قال قول هو قال. لذلك ابن عاشر قال يقول عبد الواحد بن عاشري، معنى أنا نقول، هو راه يقول، هو اللي راه يقول. عبد الواحد بن عاشر مبتدئا باسم الإله القادر. إذن يقول فهمناه، عبد الواحد بن عاشر شرحناه فهمناه. الآن كي قال مبتدئا باسم الإله القادر، قال لك نبدأ ببسم الله. علاه؟
لأنه يطبق حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نبداو في التأصيل. كل أمر ذي بال، من كل حاجة أمر عنده قيمة، عنده شأن، عنده بال، لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر، أي هو أقطع. البتر معنى القطع. با سويت. فهمتوا ايش معنى الخير؟ لذلك ماذا نتعلم؟ كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر. صدق المصطفى صلى الله عليه وسلم. لذلك الإمام عبد الواحد قال مبتدئا باسم الإله القادر. بدأ ببسم الله. وتعليم العلوم واختصار العلوم هذا أمر يعني له وزن، له قيمة. مادام الخدمة هذه الله يخدم فيها عندها قيمة، بداها ببسم الله. تسعى القيمة مكل وكذا هو النبي عليه الصلاة والسلام مكل يون الشغل يقسى عن القيمة أصل بسم الله. لذلك العلماء أين تخدموا كذا بسم الله. تفتح الباب نتاع الدار بسم الله، تشعل الطوموبيل تاعي يقول بسم الله. أليس كذلك؟ تروح توضأ تبدأ بسم الله، تروح تاكل تبدأ بسم الله. النبي عليه الصلاة والسلام ويبدأها من الصغر، قال يا غلام سم الله. خاطر كاين الناس اللي ما يقولوش بسم الله كي يكبروا ما يقولوهاش. تعرفوا هذه؟ ياكل ما كان بسم الله لا والو، الماكله يعرف وكي يشبع من الحمد لله ولاش. يا خاك يا جماعه الخير ذي ربي سبوسه البركه تصيد خص لا اله الا محمد رسول الله. الحديث يقول من الصغر، يقول لك التربيه من الصغر. قالوا يا غلام سم الله وكل بيمينك سيفوس أمة التيامن وكل مما يليك، يعني كل حقك واغمض عينك شلحقيت قنطيطي. إذا كان طفل من نهار اللي كان صغير ياكل غير حقه وما ياكلش حقوق خاوته، هاو كي يكبر ما ياكلش حقوق خاوته. صح؟ فهمتوا الرسالة؟ تلقى واحد عنده 65 سنة ياكل حقوق خاوته، عامه في التركه في الشركه في كلش اكسبير. هذه صارت. لذلك الان رانا معمرين بالمشاكل. الان رانا لهنا كاع كيما رانا كل واحد واش الهم اللي عنده. لماذا؟ لانه كاين قواعد كما قال الامام مالك بن نبي الله يرحمه الفكر الجزائري المعروف الله يرحمه، قال لك سنن الله لا تعرف المحاباه ولا المجاملات. لم نحترم سنن الله لذلك ناخذ طريحه ورانا ناخذ طريحه ومازال نسال الله ان يغير حالنا احسن حال. اذا عبد الواحد بن عاشر رحمه الله طبق هذا الحديث المذكور الان، وبعدين يكمل الحمد لله الذي علمنا من العلوم ما به كلفنا. يزيد يحمد ربي، الحمد لله اللي علمنا، حمد ربي اللي علمنا. أو كيفاش نحمد ربي على النعمة ونحمد ربي على نعمة العلم أيضا. وبعدين قالك من العلوم ما به كلفنا. طيب علاش قال الحمد لله؟ يا أخي قال بسم الله خليه يخدم. لا، طبق حديث آخر. كاين حديث آخر يشبه الحديث الأول. كل أمر ذي بال لا يبدأ به فيه بالحمد لله فهو أجذم. شوف الحديث كيف كي الأول كي الثاني. الأول كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو كيفاش الرواية أجذم أبتر. ولكن الحديث الثاني كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم. الحديث الأول فهو أبتر، الحديث الثاني فهو أجذم. ما معنى أبتر أو أجذم؟ معناه أقطع. لذلك كان ذكيا عبد الواحد بن عاشر رحمه الله فبدأ الحمد لله الذي علمنا من العلوم ما به كلفنا. ولكن العلوم هنا العلماء الشراح قال لك الذي يقصده هو العلوم الواجبة على الأعيان،
كيفاش نعبدوا ربي؟ ربي قال واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إلا قال لي السين مشى نغلوظو، مشى نعبد ربي، مشى نزال، مشى نرقع تظليف، يعني ما لو كان درك نقول لك تركع الصلاة مثلا، صلاة المسبوق تحتاج 4 سوايع باش نفهموها. نعم 4 ساعات نجيبوا الأحاديث كلها وما كاينش خروج حتى نتعلموها. كاين البناء وكاين الإتمام وكاين التفصيل، البناء في الأفعال والإتمام في الأقوال، يعني كاين خدمة، ويجيبوا كاع الأحاديث فيها خدمة. من بعد نروحوا للصلوات. هيا واحد الحق غير صلاة العشاء الركعة الأخرى واش يدير؟ كيفاش يرقعها لي؟ دخل لقى الإمام في الركعة الرابعة، كيفاش يدير؟ هو ما يديرش يدير هكذا يقول لك نتبع، لا، هذه كاع الناس تتبع وتزيد تتبع وتزيد تحكم، مفهوم؟ هو يتبع ما عندوش العلم، وكيشوفك انت درت حاجه علميه دقيقه يقول لك انت ما تعرفش. يا ولدي انت ما تريح في الحلقات، ما على بالك بوالو ولا شيء. لو كان تكون في مناظره علميه بعد ماذا يحصل لك؟ يعني يديوك ليزيرجونس ولا واش يصرى لك؟ اقول هذا الكلام قلبي يتألم. لماذا؟ لأنه يتألم. إذن هذا الرجل على بال واش يدير؟ ابدأ بالحمد لله، ابدأ بالحمد لله، على هذه نعمة كبيرة. العلوم التي كلفنا بالله هي علوم لا واجبة على الأعيان، كما قلنا ما تصح به عباداتنا، باش نصل، باش نوزم، باش نعشر، باش نحوج، باش كذا إلى آخره. وكذلك من الشرح اللي قال لك لا كل العلوم، خاطر كاين علوم واجب هي فروض العين، وكاين فروض الكفاية. فروض الكفاية نقول لك تعلم الحساب، تقول لنا خاطر الحساب سيدي انا مانيش سبيسياليست. نعم، وقد ذكرنا ذلك في مقدمة لقاء اليوم وشرحنا بالتفصيل هذه المسألة. نعم، رانا في زمن تخصصات، ماناش في وقت العقول الموسوعية، ذاك العهد انتهى، إلا النوادر، والنوادر موجودة دائما وتبقى إلى أبد الآبدين. ونعم، ولكن على الأقل كشوية شيء من الدراية، ثم أنه يكفي الإنسان يفقه، يعرف حدوده، يعرف قدره، يقول ثقي ماشي الشغل والزميل غيره، الغاية يتأدب وهو يتلقى العلوم. أشكركم على حضوركم وإنصاتكم، فنسأل الله أن يتقبل من صالح الأعمال. اللقاء يتجدد كل 15 يوم، في الاثنين الجاي خاطي اللي بعدها نكمل شرح متن ابن عاشر. السلام عليكم.